السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناتكم كورة بالعربي. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. والآن مع تفاصيل النشرة. مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم نجم إنتر. قال تقرير صحفي إيطالي إن نجم فريق إنتر الدولي الإيطالي نيكولو باريلا مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف. ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد دخل سباق التعاقد مع باريلا. وأضاف المصدر إن رحيل باريلا سيكون صعباً كون عقده ينتهي في 2026، كما أن إنتر يريد 80 مليون يورو من أجل التخلي عنه. يذكر أن نيوكاسل وليفربول وتشيلسي يرغبون في التوقيع معه. موقف ريال مدريد من ضم مهاجم جديد. كشف تقرير إعلامي إسباني عن موقف نادي ريال مدريد من ضم مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً للمعلومات الواردة من الإعلامي جوزيب بيدريرول، فإن ريال مدريد لن يبدأ الموسم الجديد بدون مهاجم. وكان النادي الملكي قد تعاقد مع المهاجم الإسباني خوسيلو على سبيل الإعارة ومنحه الرقم 14. ويعد كيليان مبابي وهاري كين من أبرز الأسماء التي قد تنضم إلى النادي الملكي. حارس ختافي خارج حسابات ريال مدريد. أكد تقرير صحفي إسباني أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع حارس مرمى فريق ختافي دافيد سوريا هذا الصيف. وكانت تقارير صحفية قد زعمت بأن النادي الملكي يعمل على ضم دافيد سوريا تحسباً لرحيل أندري لونين. ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة كادينا سيرا الإسبانية، فإن دافيد سوريا لن ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف. وتحوم الشكوك حول استمرار أندري لونين في صفوف ريال مدريد. أكد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء أن النجم الألماني إلكاي غوندوغان قائد مانشستر سيتي اقترب للغاية من الانتقال لبرشلونة. وينتهي تعاقد غوندوغان مع السيتي بانقضاء الشهر الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن. وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية، فقد اجتاز غوندوغان الفحص الطبي الذي خضع له في ألمانيا تمهيداً لانتقاله إلى برشلونة. وأضاف التقرير أن غوندوغان أصبح لاعباً في برشلونة بنسبة 99% بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل واجتاز اللاعب الفحص الطبي. وأشار إلى أن غوندوغان سيوقع على عقود انضمامه لبرشلونة اليوم الأربعاء لمدة موسمين مع خيار التمديد لثالث. فيما قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة سافر إلى ألمانيا من أجل إنهاء الصفقة. وقدم مانشستر سيتي عرضاً لغوندوغان من أجل التجديد لموسم واحد، لكنه لم يلقى قبول النجم الألماني. وقاد غوندوغان مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.